السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا ام يزيد جايه لكم النهارده في فيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفيني يا ريت ما تنسينيش باللايك وتشتركي معايا في القناه لو لسه مش مشتركه معايا. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله وندخل بسرعه في الفيديو بتاعنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقبل ما ندخل في الفيديو حابه افكرك دايما ان انت تبداي يومك بالاذكار عشان يومك يبقى كله خير وبركه. ودايما في فيديوهاتي بكتبها لك عشان ما تكسليش انك تقوليها. استغفري ربنا كتير وصلي على النبي كتير. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. اول حاجه هعملها همسك الحمام كده دعكه دعكه حلوه جدا من فوق لتحته وهخليه زي الفل. دايما نظافه البيت بتبدا في الحمام، فلازم على الاقل كل يوم تنضفي حمامك تنظيفه كده حتى لو سطحيه، الارض الحوض التواليت لازم. بس اهم حاجه كده تغسليهم كويس جدا كل يوم، ما تكسليش ابدا ان انت تغسليهم. حطي لنفسك جدول في الحمام ان انت كل اسبوع ليه نظافه وكل شهر ليه نظافه وكل يوم ليه نظافه تانية. نظافه كل يوم هي الارض والحوض والتواليت ذات نفسه، بتكبي كده فيهم كلور واي مسحوق عندك او اي صابون عندك وتغسليهم كويس جدا بليفه مخصصه بيهم. ده لازم كل يوم تعمليه. تبداي بيه يومك الصبح اول ما تصحي من النوم كده، صباح الخير يا حمامي، تخشي كده الاول تحطي حبه كلور الحاجه اللي انت مخصصاها للحمام في طبق او شفشه او اي حاجه، تحطي فيهم حبه كلور وحبه صابون وتدعكي بقى كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، الحوض والارض والحمام ذات نفسه. تدعكيهم كده دعكه حلوه وخلاص وتنشفيهم تمسحي بالمساحه كده. خلاص دعكت كل يوم الصبح بقى او بالليل قبل ما تنامي. المهم لازم كل يوم تعملي كده عشان ما يطلعش ريحه وحشه وعشان يفضل دايما نظيف. طيب بتاع كل اسبوع مثلا هنخصص يوم ولو يكن الخميس، مثلا يوم الخميس كل اسبوع همسك بقى فيه الحمام بقى كله، اللي هو برضو الحوض والبانيو لو عندك بانيو والشباك بتاع الحمام والتواليت ذات نفسه، وتدعكيهم بقى كده دعكه حلوه، والحيطه اللي حوالين البانيو ده برضو تمسكيه كده دعكه حلوه جدا بفرشه بقى حلوه عندك او ليفه تكون خشنه شويه، عشان لو في تجيره في السيراميك او اي حاجه تمسحيها كده ايه، تغسليهم غسله حلوه. وتحطي بقى ايه شويه ديتول كده وتعقميه كل اسبوع مثلا مره. وطبعا المرايه لو فيها برضو اي تجيره او اي حاجه بسلكه ناعمه، مش ما تكونش خشنه، بسلكه كده ناعمه وشويه صابون بتمسحيه كده المرايه بترجع فل شمعه منوره. روتين بقى الحمام كل شهر ان انت تمسكي الحيطان من فوق لتحت. لو عندك اللي هي ممسحه الباركيه لفي عليها سلكه هتسهل معاكي جدا ان انت تمسحي الحمام كويس من فوق ومن تحت. وتغسلي طبعا الباب بتاع الحمام بقى غسله حلوه، وتغسلي بقى كل حته في الحمام من فوق وتحت، وكل حته في الحمام بتمسكيها اللي هي كل شهر بتغسليه مره. وكمان بيبقى معاكي بقى اي حاجه اللي هي ازايز الشاور، ازايز المنظفات لو حطاها، جرادل، اي حاجه بقى عندك في الحمام كل شهر كده لازم تنزليها وتنقعيها كده في البانيو شويه وتغسليها كلها كده مع بعض. احنا طبعا عملنا الحاجات دي قبل كده على القناه وهنعملها لسه كتير ان شاء الله. دي كده كانت الغسله الاسبوعيه بتاعتي، كده مسكته غسله حلوه جدا، غسلت الشباك غسلت الباب غسلت البانيو غسلت الارض غسلت الحمام وغسلت كمان التورت من جوه. ده كان كده غسيل الاسبوعي. لكن ان شاء الله في غسيل الشهر همسك بقى اللي هي ايه من اول السيراميك من فوق خالص لغايه تحت بغسله كله مع بعض، واي حاجه في التورت بغسلها. اي بقى منظفات فيه، اي حاجه لو عندك مثلا درج طبعا بتفضيه خالص وبتشيلي اي اتربه منه وبتغسليه غسله حلوه، وبتغسلي كل حاجه فيه بحيث ان هو ايه لو في اتربه او في اي حاجه. هي مثلا هتتكون كل شهر او حاجه، فكل شهر ان انت تخصصي يوم للحمام من اوله لاخره هتلاقيه دايما معاكي نظيف ودايما متعقم كده وحلو. وطبعا ما تنسيش في الاخر يبقى مثلا حطي ازازه كده لتر عليها كيس ديتول، وايه وتعقمي بقى ايه كل حاجه كده، وترشي شويه على الحوض وشويه على الارض، وتخلي كده في معطر كده يكون ريحته حلوه للحمام. وبس كده وحمامك دايما هيبقى نظيف. هو كده خلاص انا كنت هنا خلصت خلاص الحمام ورجع كده بيبرق ورجع نظيف وزي الفل. وطبعا الفوطه اللي انت حطاها في الحمام بتتغير كل يومين 3 بالكتير قوي، ما تنسيهاش برضو لازم على طول تتغير عشان يبقى كده حمامك دايما نظيف وحلو. وكمان الديتول لما ترشيه بيعقم وبيدي ريحه حلوه جدا. بس كده ده كان الحمام بتاعي رجع الحمد لله زي الفل. ما تكسليش بقى، لو عندك كده حاجه عايز تعمليها قومي بسرعه وتشجعي معايا.
هندخل بقى على الغدا بتاعنا. هنعمل غدوة النهاردة حلوة كده وسهلة، كانت عندي في الفريزر بقالها شوية، فقلت بقى عشان تفضي لي مكان في الفريزر اطلعها بقى واعملها. جبت كده الاول بطاطس كده وقشرتها وغسلتها كويس جدا. لو انتي عندك بطاطس كتير، امسكيها كده قشريها وقطعيها واسلقيها وخليها دايما في علبة كده مقفولة ومحكمة الغلق عشان ما تغيرش طعمها. وخليها كده دايما عندك مسلوقة في التلاجة. هتوفري شوية من الجبنة او من الحاجات بقى، البيض والحاجات اللي احنا ايه خلاص في الفطار والغدا وكده. لا مثلا ابنك جاع او حاجة هتديله سندوتش بطاطس، انتي تاكلي بطاطس مسلوقة بتبقى حلوة جدا في البيت وموفرة واقتصادية، وهي كتيرة ما شاء الله، ويمكن ارخص الخضار اللي موجود في السوق. فهتبقى حاجة حلوة قوي وايه ومغذية كمان. البطاطس النشويات بتاعتها حلوة جدا للاطفال ومفيدة جدا للجسم. حطيتها على النار ورشيت كده فيها شوية ملح وسبتها بقى ايه عشان تستلق. هنيجي بقى للاكلة الاساسية بتاعتنا، وهي احنا هنعمل مع بعض القرنبيط. هو مش الموسم بتاعه دلوقتي، بس هو كان عندي في الفريزر فقلت بقى افضي مكان في الفريزر، وهي اكلة برضو تعدي معايا اليوم. فهنعمله مع بعض. انا بعمله كده بطريقة حلوة جدا، بيطلع مقرمش كده وبيبقى حلو جدا. بجيب كده طبق وبحط فيه كوباية من اللبن. عندك لبن ماشي، ما عندكيش ممكن مية، ولو عندك زبادي بتزودي الزبادي. انا لو كان عندي زبادي كنت احب الزبادي اكتر ان انا احطها مكان اللبن، بس ما كانش عندي فاستخدمت اللبن. ولو ما عندكيش ده او ده عادي، مية بتحطي مية عادي جدا، وبتحطي عليهم بيضة. وبحب قوي احط كركم بيديله لون حلو، وكركم كمان مفيد لو تدخليه في كل اكلك يبقى حلو جدا. وبتحطي السبع بهارات وكزبرة مثلا ناشفة ومعلقة كبيرة من الكمون ومرقة، وبتحطي معلقة من بيكنج باودر. وبجرب بقى ايه، بضرب الخليط ده كده كله مع بعضه لغاية ما يمتزج كده كله مع بعض. بحط بعد كده معلقتين كبار من النشا. وطبعا بتحطي بقى الملح حسب رغبتك وايه، وتحطي مثلا 3 4 معالق كبار من الدقيق لغايه ما هيبقى كده قوامه مش سايل قوي ميه ولا تقيل قوي، بيبقى قوامه ايه كده خفيف شويه، عشان بس يمسك على الكرنبيط وانتي بتحطيه. ده كده الماده السايله اللي هنحط فيها الكرنبيط. نيجي بقى للمادة الجافة، بتبقى عبارة عن دقيق، كوباية دقيق عليهم 3 معالق نشا عليهم معلقة من البيكنج باودر. بشيل الكرنبيط من الخلطة اللي هي السايلة دي، بحطه في الخلطة اللي هي الجافة وبعدين بقليه. بيطلع بصراحة مقرمش وجميل جدا، وهيفضل معاكي مقرمش حتى لو فاض مثلا على الغدا وحبيتي انتي تتعشي بيه بالليل، برضه هيفضل مقرمش لغاية بالليل. تحسي كده ان انتي بتاكلي فراخ كنتاكي مش كرنبيط. بيبقى حلو جدا. بس ده كان بقى ايه اللي انا عملته النهارده. جربي الكرنبيط بالطريقه دي هتعجبك قوي. وفي حاجه مهمه جدا جدا نسيت اقولها، بتحطي برضو في اللي هي المواد السائله، بتحطي معلقه كبيره من الثوم المفروم. ثوم ني بتحطيه، ثوم معلقه كده حلوه بتديله طعم وتست حلو قوي. انا ما كنتش بحب الكرنبيط، بس بصراحه لما ابتدأت ان انا اعمله بالطريقه دي بقيت احبه قوي قوي. يعني لو كل يوم مش هيتعبني اكله عادي. بس بقى هنا بقى ايه بيتبقى في الاخر كرنبيط صغنن كده، بيبقى صغير قوي. وبيتبقى كمان من الخلطه اللي احنا عاملينها، بجيب الكرنبيط الصغير ده بهرسه بقى في الخلطه دي هرسه حلوه كده وبعدين بقى بقوم جايه ايه قلياه يعني في حبه زيت كده او سمنه، بقليه زي ايه البيض مثلا. ولو عايزه كمان تزودي لهم بيضه ولا حاجه مفيش مشكله. انا اهو حطيت هنا مكعبين زبده، بس كانت البطاطس خلاص خلصت السليق بتاعها. لا ده هنا انا هعمل حاجة تانية. انا خلاص هنا البطاطس كانت خلصت السليق بتاعها، اخدتها بقى وهرستها كويس بالهراسة. وبعدين جبت مكعبين زبدة حطيت فيهم توم مهروس، كنت هرساه مع كزبرة ناشفة وشوية كمون. ويعني ايه حمصتهم بس مجرد تحميصة ان انا اشم ريحتهم التوم يطلع بس. وقمت جايه قلبهم بقى على البطاطس المهروسة وحطيت عليهم معلقتين من القشطة. القشطة بتدي للبطاطس طعم حلو قوي، بس هي المشكلة ان انتي مثلا لو فاضت منك بطاطس وسبتيها مثلا يومين 3 لا هتبوظ معاكي بسرعة. فلو حسيتي ان انتي عاملة كمية ما تحطيش فيها القشطة عشان ما تبوظهاش بسرعة. بس بصراحة طريقة البطاطس دي بتبقى طعمها حلو قوي. قشطة بقى او كريمة اي حاجة عندك من دي هتديها طعم حلو جدا. ده بقى الكرنبيط اللي هو الصغير اللي كان متبقي معايا اللي حطيناه في الخلطة، حطيته بقى كده في طاسة وقليته، وقمت جايه بقى ايه مطلعاه. بس لازم طبقة الطاسة تبقى طبقة خفيفة بحيث ان هو يستوي معاكي الكرنبيط بسرعة وما يعجنش من جوه. بس بقى ده كان غدانا النهارده اهو. بس كان لسه برضو في بتنجان عملته بابا غنوج فايه، فهحطه اهو دلوقتي اهو.
كان بقى البطاطس المهروسة والقرنبيط، وقطعت كده سلطة طماطم والعيش البلدي، وبس كده. ده كان غدانا النهاردة. الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم اطعم كل جائع على وجه الأرض، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. هندخل بقى على صنف الحلو بتاعنا. بصراحة الحلو ده كان نفسي اعمله في فيديو لوحده، بس قلت لا، يلا بالمرة بقى كده، بدل روتين النهاردة من اوله لاخره، يبقى ايه اعمله في روتين النهاردة. بس يا رب، بس عشان المشاهدة عندي ما بتجيش للاخر، بس انا بجد اتمنى قوي ان انتوا تشوفوا الفيديو لغاية دلوقتي. ولو شفتيه لغاية دلوقتي يا ريت ما تنسينيش باللايك، وتكتبي لي ده تعليق كده حلو منك، تقولي لي ايه: انا شفت خلطة السينامون بتاعتك. هعرف ان كده السينامون الحمد لله اتشاف او بقى ما اتشافش، الله اعلم. بس يلا بقى نخش كده في الطريقة. طريقة سهلة بصراحة، مكوناته سهلة جدا، وطريقته حلوة قوي. في البيت اعمليه في البيت احسن وافضل من بره. بره بيبقى غالي، لكن هتعمليه في بيتك كده بطريقة حلوة، هيطلع حلو قوي معاكي بالطريقة دي. انا عملت ايه في الاول كده: جبت نص كوباية من اللبن الدافي، حطيت عليهم ربع كوباية من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. سبتهم 10 دقايق لغاية كده ما اتفاعلوا مع بعض، وبعدين حطيت عليهم ربع كوب من الزبدة السايحة. لازم يبقى الزبدة هنا في العجينة تبقى سايحة. وبعدين حطيت عليها بيضاية بدرجة حرارة الغرفة، وحطيت ظرف من الفانيليا ورشة ملح، وقلبت كل المكونات دي كلها كده مع بعض. وبعدين نزلت ب2 كوباية من الدقيق المنخول او الدقيق العادي. يعني شوفي ايه، انت لو واثقة في دقيق حطي كوبايتين عادي جدا، مفيش مشكلة. ابتديت ان انا اعجن فيهم، لقيتها طبعا كانت عجينة بتلزق جامد جدا في الايد. جيت بقى رشيت شوية دقيق على مفرش العجين بتاعي، او في البولة اللي انت بتعجني فيها. المهم بترشي حبة دقيق صغيرين قوي، وتبتدي بقى ان انت تعجني فيها لغاية ما هتلاقيها بتلم في ايديكي. بتلزق بس مش بتلزق جامد. بس كده هتقومي بقى جايه لماها وحطاها تاني في البوله، وسايباها بقى ايه مده التخمير. لو انتي في الصيف والدنيا حر قوي بتبقى نص ساعه، لو انتي الجو عندك معتدل بتبقى مثلا من نص ساعه لساعه. هنيجي بقى للحشوه اللي هي مهمه جدا في السينابون، اللي هو كوبايه من السكر، عليهم معلقتين كبار من القرفه، عليهم معلقتين كبار من الكاكاو. الكاكاو طبعا اختياري، عايزه تحطيه ماشي، مش عايزه تحطيه. هو السينابون يعني سكر وقرفه، بس الكاكاو بيديها طعم مميز كده وحلو. هتيجي بقى العجينه كده هتفرديها بقى على مفرش العجين. تحاولي تعمليها على قد ما تقدري كده على هيئه مستطيل. وبعدين هتجيبي بقى زبده سايحه كده، تكون سايحه معاكي عشان تتفرد معاكي بسهوله، وهتفرديها على وش العجين. الزبده بتديله طعم مميز قوي، وبصراحه بتبقى حلوه جدا معاه. فهو لازم بصراحه ان هو يتعمل بالزبده. وكمان عشان تمسك معاكي الخليط اللي انت هتحطيه، اللي هو السكر والقرفه والكاكاو، هتفرزيهم بقى كده كويس، هتبططي عليهم بايدك كده حلو، عشان يتمسكوا كده شويه بس في العجينه يعني. بس كده تمام. هتبتدي بقى ان انت تلفيه رول، وتاخدي بالك بقى هنا وانت بتلفيه كده، تحاولي تلفيه بشكل كويس علشان يطلع معاكي في الاخر يكون حلو، يعني ما يبقاش شكله مش لطيف او كده. هتلفيه بقى كده وتقفليه على بعض كده كويس. وبعدين بقى هتجيبي دبارة او السكينة عادي، بس شكل السكينة ممكن تقطع معاكي في العجينة، فلا الدبارة معاكي بتبقى احلى. وبتجيبي بقى الصينية اللي هتدخليها الفرن، بتدهنيها زبدة، وتقومي جايه بقى مطلعه حته السينامون كده، حطاها ومبططاها بس شويه بايدك كده من تحت. تبططيها بس كده حاجه بسيطه. ولازم الصينيه يبقى ما بين الواحده والواحده كده مسافه صغيره، لانه لسه هو هيخمر تاني، فما يلزقش منك قوي كله مع بعض. طبعا زي ما تحبي انتي بقى الحجم بتاعه، عايزاه كبير عايزاه صغير، زي ما تحبي. انا حبيت ان انا اعمله بالحجم ده، كان حلو كده وبس. وهدخله بقى الفرن لغايه، طبعا بتسيبيه الاول 10 دقايق يخمر تاني، وبعدين بتدخليه الفرن يستوي. قلت بقى هنا اعمل صوص الجبنه بتاعه. حطيت 4 مكعبات من الجبنه اللي هي المثلثات، 4 مثلثات من الجبنه المثلثات، او لو عندك اللي هي المكعبات يعني زي ما تحبي. وتلت كوبايه مثلا او مكعبين كبار من الزبده السايحه، ونص كوبايه من السكر البودره. بس في غلطه هنا انا عملتها فهقولك عليها عشان ما تعملهاش. لازم تنخلي السكر البودره وتسيحي الزبده، عشان ما يطلعش في الاخر معاكي ان هما مكلكعين شويه. كانوا معايا مكلكعين شويه،
ومهما ضربتهم برضو ايه ما اتعملوش كويس. في نص التسوية بتنزلي على كل واحدة من السينابون مقدار معلقتين مثلا من اللبن. انا هنا نزلت على كل واحدة مقدار معلقتين من اللبن، وكان اللبن فيه قشطة، فكنت برضو ايه بنقي كده القشطة وانزلها فوقيها، بتديله طراوة وبتديله طعم حلو قوي بعد ما بيخرج. كان هنا خلاص اهو خرج، وهنا بقى كنا خلاص عملنا صوص الجبنة وخلاص هو كمان خرج اهو. هنبتدي بقى ان احنا نفضي صوص الجبنة عليه. بصراحة كنت عاملة صوص الجبنة حاجة بسيطة لاني ما كنت اول مرة اعمله، وبصراحة ما كنت مستغرباه كده صوص جبنة وبتاع. بس بصراحة عجبني قوي، كان طعمه حلو جدا. بس اهم حاجة زي ما قلت لك تسيحي الزبدة وتنخلي السكر عشان ما يطلعش معاكي كده ايه مكلكع يعني. وكان عندي شوكولاتة وكان عندي حبة كريم جانتيه، فعملتهم كده على الوش. بس انا كنت في البدايه كده هحط لكل واحد مثلا اطلع له وحدته احط عليها صوص، بس بعد كده قلت لا ايه هحط كله في الصينيه كده مع بعضه. وحطيت عليه صوص الجبنه وحطيت عليه الشوكولاته، وبصراحه كان طعمه حلو جدا وكانت تجربه حلوه جدا. ومش عايزه اقول لك كمان ان هو كان احلى من بتاع بره، لان اكيد انتي هتخدميه احسن من بتاع بره. هو جميل وجربيه هيعجبك جدا. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، بتمنى يكون عجبك. لو عجبك ما تنسينيش باللايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في رعاية الرحمن، مع السلامة.